السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معي من جديد أخواتي في قناتكم مطبخ حسناء سليف. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، في أحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله. كما كتلاحظوا معايا اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هاد الفقيقسات اللي كيجيو قمة في الروعة. إن شاء الله تجربوهم بالصحة والراحة وينالوا إعجابكم. ولكن انتو أخواتي أول مرة كتزوروا القناة ما تنساوش الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يوصلكم إن شاء الله كل جديد في القناة. كما كتلاحظوا معايا اخواتي، هادو هما المكونات اللي غنحتاجو في هاد الفقاس هذا. عندي 8 ديال المثلثات ديال الجبن، عندي 100 غرام ديال الفرماج حمر محكوك في الحكاكه الرقيقه، راس معلقه ديال الخميره ديال الخبز، كيس من الخميره ديال الحلويات ما يعادل 8 غرام، 2 معالق صغار ديال الملح، الحليب الدافئ، معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، معلقه صغيره ديال التحميره عامره مزيان، 3 ديال المعالق كبار ديال الخضر المجففه كنطحنها، وعندي العطريه ديال الحوت معلقه صغيره، عندي كاس ديال العنبه ديال الزبده، ودانون طبيعي بدون سكر، الطحين كيلو ديال الطحين. هذا هو القياس اللي غنخدموا به ديال الطحين. فندوزو ان شاء الله للطريقه ديال التحضير، فخليكم معايا باذن الله. وغنبداو على بركة الله. غادا ناخد القصريه، غادا نغربل في هاد القصريه هادي كيلو ديال الدقيق الابيض يكون نوعيه جيده خاص بالحلويات. ضفت هنايا الخضر المجففه والعطريه سبيسيال ديال الحوت. فغتلقاو هاد الخضر المجففه عند الناس اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات. ضفت معلقه صغيره عامره مزيان ديال التحميره، 2 معالق صغار ديال الملح، معلقه صغيره ديال البزار اولا الفلفل الاسود. ضفت هنا كيس من الخميره ديال الحلويات وراس معلقه ديال الخميره ديال الخبز. فغدا ندمج هاد المكونات هادو، وضفت هنايا واحد 2 معالق كبار ديال الزعتر، حتى هو كيعطي واحد الطيبه زوينه بزاف. هاد المملحات هادو غندمج هاد النواشف هادو مع بعضهم مزيان. وغادا نضيف في التالي كاس ديال العنبه ديال الزبده. انا خدمت بزبده من اصل حيواني. الا خدمنا بزبده المارغرين فتا هي كيجيو بها مزيان هاد المملحات هادو، غير هي الزبده المارغرين مني كنضيفوها وكنضيفو الحليب فشويه، يعني كتبغي العجين انها تدلك مزيان باش هذيك الزبده كدوب لينا. عكس الزبده من اصل حيواني يعني فدغيا كتخدموا بها، عفوا يعني ما كتبغيش اننا ندلكوا العجين بزاف بحال مني كنخدموا بالزبده ديال المارغرين، فتا هي نخدموا بها غير هي كتبغي شويه دليك باش كدوب لينا هذيك الزبده. ضفت هنايا الجبن بانواعه بجوج، وضفت هنايا دانون طبيعي بدون سكر. وغادا نخدم المكونات مع بعضها مزيان، وفي التالي غادا نبدا نضيف الحليب غير بشويه بشويه. تقريبا غادي يشيط ليا واحد كاس الا ربع من نصف لتر من الحليب. فكنبقاو نضيفوا الحليب غير بشويه بشويه. ما خصش هاد العجين هذا يكون مرخوف بزاف، وما خصش العجين تاني يكون قاصح بزاف. الا كان العجين قاصح بزاف فراه هاد المملحات هادو غادي يجيونا قاصحين. فكما لاحظتوا معايا كنبقى نضيف غير بشويه بشويه الحليب على دفعات متتاليه حتى كنحصل على واحد العجين اللي كيكون ما قاصحش بزاف وما مرخوفش بزاف. كنخلي هاد العجين هذا تيخمر واحد نصف ساعه، عاد ان شاء الله نتلاقى بكم في المرحله التاليه باش نكملوا تتمه المراحل. فخليكم معايا باذن الله. فكما كتلاحظوا معايا بعد ما اختمر او ارتاح العجين واحد نصف ساعه، صافي غنبدا نقطع العجين بهذا الشكل هذا. بغيتو تنسموا الكرات ديال هاد الفقيقسات هادو منسمات او لا نكهات عده، بحال مثلا نسمو كره بالزعتر، كره بالبافو، كره بمعجون ديال الزيتون. كما سبق ونزلت معكم واحد الفقيقسات اللي غنخلي لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. فكيبقى لكم اخواتي الاختيار غير هو الزيتون. الا بغينا نسمو بهاد الفقيقسات هادو اولا المملحات فخاص الزيتون يتطحن حتى كيولي عندنا بحال شكل معجون طماطم. ما خاصش نهائيا يبقاو لنا القطع في هاد الزيتون هذا باش هاد الفقيقسات هادو ما تقطعش لنا العجين وحنا ترح نحربلو في هاد الحريبلات هادو. فغادا نستمر اخواتي بهاد الطريقه هذه حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي ديال هاد العجين هذه، ونتلاقى بكم ان شاء الله اخواتي في المرحله التاليه. فخليكم معايا باذن الله. فهاد العجين هذا غير هو تيبغي يرتاح، يعني نطلقوا العجين وكنغطيو العجين بواحد الكيس بلاستيكي ونمشيو نقضيو شي شغيل ونرجعو كنلقاو العجين على انها ارتاحت. كل ما ارتاحت العجين كيكون احسن. فهنا كما كتلاحظوا معايا بديت كنطلق العجين، اولا كنبداو بالحبات الاولين من العجين فكنلقاوهم يعني ارتاحوا، فكتجي العمليه سهله. كنطلقوا واحد شويه، واحد 3 ديال المرات كنرجعوا كنطلقوا العجين، كتكون العجين يعني ارتاحت مزيان. وما كنزربوش على العجين انها نبقاو نحربلو العجين وكنجبدو، فبالتالي العجين غدا بحال اللي غدا تجي بحال اللي مقطعه.
فهنا كما كتلاحظوا معايا مازال كنخدم مره في العجين وحتى كنحصل على السمك المطلوب. وضروري ما تنغطي العجين فاش كترتاح تنغطيه بواحد الكيس بلاستيكي باش ما كتشكلش لنا واحد الطبقه في السطح ديال العجين. فهنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي هانتوما كنغطي العجين وكنمشي نقضي شي شغيل وتنرجع نكمل نطلق العجين حتى كنحصل على السمك المطلوب اللي غنبدا ان شاء الله نطلق ونحط في اللاطه. فهنا كما كتلاحظوا صافي العجين ارتاح، بديت كنطلق في العجين بهذا السمك هذا اللي خاصهم كيكون رقيق. كل ما كان السمك رقيق هاد الفقيقصات هادو كيجينا الشكل ديالهم جميل، كيجيب الحب في حجم الحبات ديال اللوز. فغادا ندهن اللاطه غير واحد الكميه قليله ديال الزيت، نحاولوا ما نكثروش الكميه كثيره في اللاطه ديال الزيت باش ما يتحمروش لنا هاد الفقيقصات هادو ويطيبوا لنا، وبالتالي غنلقاو مشكل وحنا تنقطعوا في هاد الفقيقصات هادو. الا لاحظتوا معايا كنبقى نورك بهاد الطريقه هذه باش كنخرج الهواء اللي تيكون عندنا لداخل في العجين، وكيجيونا يعني هاد الفقيقصات هادو من الداخل منسجمين والعجين كتكون يعني ملمومه. صافي في هاد المرحله هذه هي فاش كنورك بهاد الشكل هذا على العجين بالاصابع ديالي صافي، وكنحربل وكنحط حدايا في اللاطه مباشره نهائيا. يعني واحد الجهد منا الا خلينا العجين كترتاح مزيان. فغادا نكمل ان شاء الله هاد الكميه كلها اللي عندي ونتلاقى بكم ان شاء الله اخواتي في المرحله التاليه، فخليكم معايا باذن الله. فهنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي بعد ما كملت الكميه كلها غندخل هاد الفقاس هذا يطيب على درجه حراره تكون متوسطه. غنخليو غير هاد الفقاس هذا غير ينشف صافي كنخرجوا هاد الفقاس هذا من الفران. ملي تنخرجوا الفقاس من الفران وليت كنخدم بهاد الطريقه هذه انني تنقلب هاد الحرابل هادو على الجهه الاخرى باش هاد الاسفل ديال الفقيقسات ما يتقورش لينا، يعني ما يجيناش مضغوط. كنتمنى اخواتي نكون وصلت لكم الفكره. فكيبقى بهذا السطح هذا اللي كيكون مستوي. هنا كما كتلاحظوا معايا الحرابل ديال هاد الفقيقسات هادو راه غير كيتشمعوا ما كيتحمروش وما كيطيبوش. يعني واخا نقيسوا العجين كنلقاوها على انها بحال اللي كتبومبا صافي غير خرجوا الفقيقسات من الفران فغير ينشفوا لنا مزيان وما يبقاوش يعني طريين صافي كنخرجوهم. فكناخد الموس القاطع اللي في الخدمه الزوين بزاف اننا نخدمو نقطعو به بحال هكا الفقيقسات اولا الفقاس العادي، ففي الخدمه كيجي مزيان بزاف. كنقطع السمك اللي يكون رقيق بزاف باش كتجي القرمشه في الفقيقسات زوينه بزاف. فلاحظوا معايا يعني كنقطعو بكل سهوله بكل سهوله. غير هو هاد الفقاقس هادو او هاد الفقاس هذا خاصو يبرد مزيان. تقريبا انا مع 3 صافي خرجت هاد الفقاقسات هادو من الفران صافي وخليت حتى ل9 ديال الليل عاد بديت كنقطع في هاد الفقيقسات هادو فكيكونوا بردوا مزيان وما كيكونوا لا كسور لا مشاكل لا حتى حاجه. غير هو كنأكد ان هاد الفقيقسات هادو ما خاصهمش يطيبوا بزاف. فغادا نستمر نكمل الكميه اللي عندي ونتلاقى بكم ان شاء الله اخواتي في المرحله التاليه، خليكم معايا باذن الله. فهنا كما كتلاحظوا معايا درت الفقيقسات في اللاطه بهذا الشكل هذا صافي، ونتلاقى بكم ان شاء الله في المرحله التاليه باذن الله. فالعافيه كتكون متوسطه ما كتكونش منقوصه بزاف وما كتكونش مجهده بزاف، ونتلاقى بكم ان شاء الله في المرحله التاليه. فتبقى اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس اللي شاركت معكم اليوم، مالح وحار وما كيجيش نهائيا حار بزاف. بالعكس حتى الوليدات الصغار ممكن انهم ياكلوه، فكيجي واحد التوازن زوين بزاف ما بين الملحه وما بين المذاق ديال الحار. فما كيجيش المذاق ديال الحار بارز بزاف اولا المذاق ديال الملحه واضح بزاف، فكيجي واحد التوازن في المذاقات وكيجي هذا الفقاس هذا بنين بواحد الشكل زوين بزاف. دائما المملحات بصفه عامه ما خصهمش يجيو ناقصين من الملح وما خصهمش يجيو ناقصين من البزار لانهم ما كيجيوش نهائيا زوينين. دائما ديك اللسعه اللي كتكون بعيده وجميله بزاف ديال الحار وديال الملح كتكون حاضره بواحد الشكل زوين بزاف. فبالنسبه للطياب فبما ان هاد الفقيقسات هادو فيهم الفرماج احمر فغنقدو نقلبوهم في الفران. كيدوزوا الفقيقسات في الفران واحد المده ونقدو نقلبوا هاد الفقيقسات هادو في الفران ونلقاوهم مازالين طريين، فغير خرجوهم. لان لا خليناهم حتى ولينا نقلبوا الفقيقسات ونلقاوهم على انهم ناشفين فراه هنا كيكونوا فاتوا الوقت في الطياب. لان الفرماج واخا نقلبوا الفقيقسات ونلقاوهم مازالين طريين
غير خرجوهم، هذاك غير الفرماج يكون سخون. فمني تنخرجوا الفقيقسات وتيبرد الفرماج، فراه ياخذوا هاد الفقيقسات هادو القرمشه ديالهم. وهنا غادي نحاول واحد نكسر معكم الحبة بهذا الشكل هذا. فكما كتلاحظوا معايا اخواتي تيجيو هشاش وتيجيو مقرمشين وبنان بزاف بزاف. فكنتمنى الفكره والوصفه تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله تجربوهم بالصحه والراحه. كنحتفظوا بهاد الفقيقسات هادو فواحد العلبه اللي كتكون كتسد مزيان باش كيبقاو هاد الفقيقسات هادو مقرمشين ويبقاو لنا سخان. وكنشكركم شكر كبير بزاف بزاف على حسن المتابعه ديالكم، على تعليق وعلى التشجيع ديالكم. فشكرا شكرا لكم اخواتي، وما بقى لي الا نقول لكم تهلاو فراسكم بزاف بزاف، والى لقاء اخر في فيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.